اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن حال. وصفتنا النهارده من الوصفات الصحيه جدا والمغذيه جدا وكمان طعمها لذيذ جدا. هنعمل النهارده بانكيك الشوفان بطريقه صحيه ومغذيه. طبعا كلنا بنحب البانكيك سواء كنا كبار، حتى كمان اولادنا او الاطفال بيموتوا جدا في البانكيك. هنعمله النهارده ليهم بطريقه صحيه بدون سكر وبدون اي دقيق ابيض، وسهل جدا ومكوناته مغذيه وصحيه. طبعا معايا الفيديو للاخر، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه. المكونات عندي هجيب عدد 2 موزة، موزتين يكونوا مستويين، وده نعرفه لما تلاقوا على القشر كده نقط بنية يبقى كده الموز مستوي وحلو. تمام. هنجيب الموزتين ونحطهم في الخلاط. طبعا تقدروا تهرسوا الموز، تهرسوه وتضيفوا عليه بقية المكونات ويبقى الموضوع يدوي، لكن طبعا الخلاط مفيش أسرع وأسهل منه. على الموزتين دول هضيف عدد 2 بيضة، يفضل إن هم ما يكونوش طالعين من التلاجة على طول. وعليهم كوباية من دقيق الشوفان. ده شوفان كامل الحبة، طحنته في الكبة وحطيته كده من غير ما انخله، أنا عايزاه بالقشرة بتاعته علشان أستفيد من الألياف. وهضيف على المكونات دي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان نص معلقة من القرفة. القرفة ما بتديش طعم في البانكيك، بس بتدي نكهة جميلة جدا. جربوا تحطوا نص معلقة القرفة، بجد هيعجبكم النكهة. وكمان حطيت معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقتين كبار من الزبادي، وممكن تضيفوا زبادي كامل الدسم او زبادي يوناني، ولو مش عندكم زبادي ممكن شوية حليب او شوية مية، مفيش اي مشكلة خالص. هضرب بقى المكونات دي كلها في الخلاط، ولو احتاجتوا ان انتوا تضيفوا شوية حليب او شوية مية عشان تمشوا الخلاط مفيش مشكلة. القوام بتاع البانكيك بيكون مش تخين ولا خفيف، يعني بيكون متوسط او فوق المتوسط شوية. تمام. طبعا الشوفان من الحاجات اللي هي كل ما بتقعد بتشرب السوائل اللي فيها، فهتلاقوه تقيل قوي. فخلوا بالكم لما نجهز الوصفة دي لازم على طول نكون هنشتغل ونسوي البانكيك، ما نركنوش. لو حسيتوا ان هو تقل ممكن انتوا تضيفوا شويه ميه تفكوه بيها. هجيب عندي الطاسه على النار وهمسحها كده مسحه، يا اما زبده يا اما زيت جوز هند المخصص للاكل، وهي مرة واحدة وما بنحطش حاجة تاني في الطاسة. وهجيب بقى المعلقة وهعمل اول حاجة كده بانكيك يكون حجمه مش ميني، يكون حجمه اكبر شوية، وبعدين هسيبه حوالي دقيقتين واقلب البانكيك يكون خد لون من تحت، واسيبه ياخد لون على الناحية التانية. بالنسبة للنار، النار تكون فوق اقل من المتوسط شويه، يعني مش النار هاديه قوي ولا متوسطه عشان ما ينحرقش، يكون اقل من المتوسط علشان البانكيك ما ياخدش لون بسرعه وما يستويش. لازم ان هو يستوي وياخد لون برضو. تمام. هنا عملت بانكيك برضو بس حجمه اكبر شويه اهو زي ما انتم شايفين. اول ما اخد اللون من تحت قلبته على الناحيه التانية علشان يسيبه ياخد برضو نفس اللون. طبعا انا عامله الكميه دي ليه انا واولادي، طبعا مش هاكل ده كله لان الشوفان من الحاجات اللي بتسد النفس بسرعه، يعني بتحسس الواحد بالشبع. طبعا تقدروا بقى تزينوه باي حاجه، ممكن تسيبوه ساده، ممكن انا حطيت بينا باتر او زبده فول سوداني، ممكن تحطوا اي صوص بدون سكر لو انتوا حابين ان هو يكون صحي، يعني من غير اي سكريات. في صوصات بدون سكر ودي هتلاقوها في اي سوبر ماركت. ممكن تحطوا شوكولاته دارك او شوكولاته، ايوه الشوكولاته اللي هي الدارك دي الصحيه، ممكن تسيحوها وتحطوها على الوش. تحطوا بقى الفواكه بتاعتكم اللي انتوا حابين تحطوها. انا حطيت معلقه عسل كده من فوق، معلقه واحده بس. بجد طعمه جميل جدا وخطير، هش وفلافي وصحي ومغذي، ويعني وبجد بيسد النفس. طبعا الحصه لكل فرد او كل واحد بتبقى بس 3 بانكيك متوسطين الحجم او حجمه اكبر شويه من المتوسط. تمام. لكن الكميه دي صعب جدا ان اي واحد ياكلها لوحده، لانه مش هيقدر بجد يكملها. انا مجرد ما اكلت ال3 وحدات خلاص شبعت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، الطريقه تكون سهله وبسيطه، وطبعا اتمنى ان انتوا تجربوها، بجد هتعجبكم قوي انتوا والاولاد. اشوفكم على خير.